اعتمادك على مصدر دخل واحد هو أكبر خطر ممكن يكون بيهدد مستقبلك، وإحنا هنقدر نأمن لك مستقبلك، بس هاخد من وقتك دقيقة علشان تعرف هتحل مشكلتك إزاي. لو مصدر دخلك ما عملكش مشكلة دلوقتي ومخلي حياتك مستقرة، ففي ظل التضخم وغلاء الأسعار اللي بيحصل حوالينا مع الوقت هيسبب لك أزمة، ومش هتكون قادر تغطي التزاماتك ولا احتياجاتك. ومن دلوقتي لازم تلحق تأمن نفسك علشان تضمن لها حياة مستقرة. باختصار، علشان تقدر تحقق ده هيكون قدامك حاجة واحدة بس، انك تستثمر وتدخر. بمعنى انك لازم تستقطع جزء من مرتبك وتستثمره في مشروع تاني يزود دخلك بشكل عام. طب هتسألني اعمل ده ازاي؟ ببساطة، انك جنب وظيفتك الأساسية هتحتاج تستثمر في نفسك، بمعنى انك تاخد كورس او تتعلم مهارة جديدة زي فن القص والتصفيف في وقت فراغك، حتى لو ساعتين 3 في يومك. هتقولي طب وانا ايه اللي يخليني ابذل وقت ومجهود فوق الجهد اليومي بتاعي وانا لسه مش ضامن نتيجته؟ هقولك انك مرتبك دلوقتي بيكفي التزاماتك بالعافيه، ولو المرتب زاد فبتكون زياده بسيطه جدا ما تحققش رفاهياتك. لكن في حاله انك اتعلمت مهاره جديده او طورت من نفسك، هتبتدي تدخل مصدر دخل جديد ليك، هتدخل فلوس اكتر، هتنمي نفسك اكتر، فالمهاره الواحده اللي اتعلمتها تبقى 2 لحد ما توصل لمرحله انك بتنمي بيزنس خاص بيك، مش بس بتنمي نفسك. هتكون خدت كل الخبرات اللي انت محتاجها اللي تخليك تعمل مشروع مستقل لنفسك او تشارك حد خبره في مشروع، وبكده هتكون حققت حاجة مهمة جدا اسمها تنويع مصادر الدخل. بمعنى انك كنت بتقبض من الوظيفة بتاعتك بس، دلوقتي هتقبض من وظيفتك، وهتقبض من مهارتك اللي كبرتها وطورتها، وهتقبض من مشروعك اللي طورته وبقى عندك فيه مصدر دخل مستمر. كمان هتكون اكتسبت خبرة انك تعرف تسوق لشغلك صح، فتبني قاعدة عملاء خاصة بيك وتبقى حققت هدف الحرية المالية. يعني ما بقتش مجبر تنفذ شغل معين انت مجبر تنفذه علشان يجيلك منه فلوس، لا، انت بقيت بتنفذ حاجة بتحبها وشغفك ليها خلاك اتعلمتها وطورتها ولحد ما بقت مصدر دخل جديد ليك. لو مش عارف تبدأ طريقك صح ومحتاج اللي يوجهك ويساعدك، تقدر تشرفنا في محاضرة بعنوان يلا نطور نفسنا. هنتكلم في كل المشاكل اللي بتواجهك وازاي تحلها، وازاي تحول مهارة القص والتصفيف لمصدر دخل دائم ليك. وكل ده انت بتتعلمه بطريقة علمية على ايد مدرب معتمد دوليا ومحليا، ومحاضر في اكتر من نقابة، وكمان معتمد من البورد الامريكي ومن ليدز البريطانية وغيره كتير. يعني خليك مطمن من الخطوة، لأن هدفنا نبني مصفف محترف قادر إنه يبني مشروعه الخاص. كون قد التحدي وانضم إلى كيان ميمو في أكاديمية ميمو. يهمنا إنك تكون ناجح.